السلام عليكم ورحمة الله. في مفاجأة كبيرة، لن تصدق ما قاله المحللون السعوديون عن أداء رياض محرز في مواجهة أبها اليوم. رغم أدائه المميز وتسجيله لضربة الجزاء الوحيدة لناديه الأهلي. تعرف على الفيديو وشاهد الفيديو وأحكم بنفسك. يحدث يا أهلي بعد هذه النتيجة دكتور سلطان؟ بالتأكيد هي نتيجة استثنائية بالنسبة لفريق أبها، مميزة لهذا الفريق. ألف مبروك لهم، أيضا ألف مبروك لداعم الحركة الرياضية في منطقة عسير، أمير منطقة تركي بن طلال، والذي دائما يقف مع دعم الأندية في منطقة عسير. صحيح، أول شيء فوز استثنائي، مو فقط أنه أبها ينتصر على الأهلي، ولكن بسيناريو المباراة. نعم، بعد طرد لأكثر من 50 دقيقة والنتيجة متعاد، يسجل أبها وطرد آخر في آخر الدقائق، ومع النقص بلاعبين، إلا أن الأهلي لا يصنع أي خطورة، لا يصنع أي خطورة لتنظيم أبها، لا يصنع أي خطورة لقراءة مدرب أبها من بداية المباراة. بعد شوط أول الأهلي قدم فيه مستوى مميز، خاصة في أول نصف ساعة. شوط ثاني غاب الأهلي وغابت حلوله. غاب عن الأهلي أول شيء إدارة مباراة من مدربه في تغييراته اللي ما أحدثت أي تغيير أو نجاعة أو فعالية على المستوى الهجومي لفريق الأهلي، على الرغم من نقص فريق أبها. غابت حتى نجوم الأهلي اللي تتحمل المسؤولية في مثل هذه المواقف. نعم. توقع الكثير أنه كيسيه قبل الإصابة يصنع الفارق، حتى بعد خروجه لا يوجد أي لاعب، حتى محرز ما كان في المستوى، حتى ماكسيموم أعتقد أنها يعني مستوى محبط. ولكن هذا الشيء لا ينسينا القيمة الكبيرة لنجوم أبها على مستوى الالتزام، واتكلم عن إيكامبي وفهد الجماعي اللي من أهم نجوم المباراة، بالإضافة إلى مدرب فريق أبها اللي تعامل مع المباراة بقراءة مميزة من بدايتها، ومع أحداثها بتغييرات مميزة هي من صنعت التفوق لهذا الفريق اللي استحق هذا التأهل. كابتن تامر، ماذا حدث في هذه المباراة؟ ما الذي قدمه أبها؟ يعني المباراة لو أعطيك السيناريو قبل من بداية المباراة أقول لك سيحدث طردين وسينتصر أبها، لن تتوقع هذا الأمر. اللي حدث قبل ما أتكلم في الأمور، لازم أبارك للمملكة العربية السعودية وأقول ألف مبروك على الفوز بشرف تنظيم كأس العالم 2034. ألف مبروك للمملكة، قيادة، حكومة وشعب. يمكن انتوا عندكم حساسية لأن الشهادة بتبقى مجروحة زي ما بنقول عندنا في مصر، لكن أنا هقولها مش عاوز أقول أجنبي، لأن أنا حاسس إن أنا في بلدي. لما جيت السعودية اتصدمت بالبنية التحتية، اتصدمت من المنشآت الرياضية. فلما عرفت النهاردة الخبر ما كانش بالنسبة لي مفاجأة، وكنت برضو متأكد ان حتى لو كان في ملف منافس للسعودية، السعودية كانت هتكتسح. طبعا نحن عندنا كان شعار نحلم ونحقق. الآن أرض الملعب في مباراة الهلال الأهلي مهلهل دفاعيا، قلت لك مرمى مندي مباح لكل المنافسين بكل الطرق، اللي عاوز يوصل للأهلي. دكتور سلطان جاب في الحالات قبل المباراة كرات عرضية للهلال في منتهى الخطورة. ضربة الجزاء اللي حصل عليها مالكم من العمق. النهاردة أبها وهو ناقص ب10 لاعبين بيهدد مرمى الأهلي. 3، قلت لك إن مفيش هوية للفريق، والفريق بيعتمد فقط لا غير على الحلول الفردية اللي عند ألم ماكسيمال، اللي عند رياض محرز، اللي عند فيجا، اللي عند فيرمينو. طيب النهاردة كلهم أوت اوف فورم، النهاردة مش موجودين في الملعب، وبالتالي الفريق اتشل الفريق ومفاتيحه لعب وقفت. النهاردة بقوا بيعملوا باصات غريبة جدا، حتى إن الجمهور بنفسه زام على فيرمينو بعد ما خرج. طيب هنا انا بجيب لك هو فين الهويه. معلش يا شباب ارجعوا تاني لان عايز اوضح النقطه، معلش انا هتعبكم. هنا تيم ابها بيحضر ماتياس يا اسلا بيقول لهم نروح نضغط. طب حلو، الاهلي اذا فبدانا نحط ايدينا ان الاهلي هيضغط. الاهلي ضغط بمنتهى الشراسه وحاله من الضغط رائعه. الفرقه ضغط جماعي، بيجبروا ان الفرقه ترجع للكوره، للجول كيبر، لونج باس. الاهلي بيجيب الكوره، وبعد ما بيجيب الكوره مش هتطلع من نص ملعب الاهلي جاب الكوره من نص ملعب ابها. طب وبعد ما جاب الكوره تشيب عند كيسيه شبه انفراد، لو لمسها بوش رجله الخارجي من فوق الحارس الروماني جول. ايش كنت اقول لك؟ عنده مو كره زايده، 3 كرات زايده. اوكي طيب، يعني اذا الاهلي هيضغط. طب قول لي كده نجويرا لا بس يا شباب هاتوها لي تاني وهو بيستلم. ده نجويرا السنتر باك الارجنتيني يا ابو بدر. بص مستلم الكرة منين، وبص هينهي. دي بالمناسبة دي كرة التسديدة بتاعت سعد بكير اللي جت طلعت كورنر وجه منها الجول. بص كده الراجل دريبل دريبل دريبل، امشي بالصورة عادية، دريبل 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 دريبل
التسديده بتاعت سعد بكير